نداء تونس، نداء تونس لشكون؟ للتوانسه. لنا توانسه. التوانسه الكل. شكون المتوانسه الكل اليوم اللي تعتبرهم متوانسه الكل؟ على خاطر اليوم فما حتى في فكره التوانسه الكل فكره اقصاء البعض منهم سيدي. لا شوف، هذه مساله الاقصاء انا اعطيت رايي فيها. ما يصيرش على خاطر نفهموا اكثر كلمه نداء لشكون؟ لا مش نعاونها لك. انا قالوا هذا يحب يجيب التجمعيين، كان خرجوا من الباب دخلهم من الاخر. انا مش مشكلتي هذه، وانا ما عملتوش للساتره والا للتجمعيين، عملته للمواطن التونسي. نعتبر وان المواطن التونسي عنده الحق باش يشارك في الحياه السياسيه تاع بلاده، وما ثم حتى سلطه قادره باش نحي له الحق هذا. على خاطر كان نحيت له الحق هذا معناها نحيت له الجنسيه نتاعو، تنجم تنحي له الجنسيه نتاعو. كانش اللهم بحكم قضائي اذا كان استوجب الامر كذلك في خيانه عظمى او في غيرها، وهذه الاحكام الجماعيه مش مقبوله معناها في الظرف هذا. معناها الاحكام كلها الخطا الكل يعني يكون فردي، والاحكام عليه يكون فرديه، ولهذا انا ضد الاقصاء. وانا قلت اكثر من هكا، قلت راهو البلدان اللي مشاو في الاتجاه هذايا ثم 3 بلدان في العالم، ومن سوء الحظ ما همشي معناها مرجعيات هذوما. يعني اسرائيل مشات بالنسبه للفلسطينيين خرجتهم، النازيه مشاو بالنسبه لليهود، وجنوب افريقيا البيض في جنوب افريقيا جاوا في الميز العنصري جاوا ضد الوصفان. لكن الدول هذوما الكل خذاو العبره. تو في المانيا يعني الحرب ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه يعني ما مشاوش في الاتجاه هذا. ناهيك ان اليوم مدام ميركل هذه راهي من المانيا الشرقيه، وراهي بروتستانت، هي مش حتى معناها كريستيان، وتوا هي الشانسلير في هم اليوم يصنعوا في دوله عظمى. والرئيس زاد كيف من المانيا الشرقيه. انا لو كان مشاو في الاقصاء هذا راهو ما مش في الحاله هذه. باهي سيدي باجي كان تسمع. ولهذا انا ما نشتهيش ان بلادي وانا عندي الحق فيها وما يزيد فيها حتى عليا حتى انسان في الوطنيه، ما نشتهيهاش تولي الرابعه في القائمه هذه السوداء. واضحه الاجابه، لكن باش نزيدوا نحلوها اكثر كان تسمح، على خاطر اليوم فكره الدساتره وفكره التجمعيين وما زالت مش واضحه الفكره، لكن ما نحبش زاد نقعدوا واحلين في الموضوع هذا كهو فيما يخص نداء تونس. لا واضحه الفكره، علاش مش واضحه؟ لا باش نقول لك مثلا البارح الدكتور في علم الاجتماع سالم الابيض يقول في نزول ضيف على القناه الوطنيه اللي فشلت. الحصه اللي فشلت تحكي على الحوار اللي فشل معناها. هذا هو. يقول انه اقصاء التجمعيين من الحياه السياسيه ليست قضية حركة النهضة أو الترويكا ولا غيره، بل هي على حد تعبيره قضية الشعب التونسي الذي ثار على 50 سنة من الحكم الدستوري والتجمع. يقول الآلة هذه اللي حكمت البلاد لمدة 50 سنة دون أن تسمح لأي طرف بالوجود والمشاركة في الحياة السياسية. قال اليوم إذا كان نحكيو على حكاية هذه مسألة الإقصاء التجمعيين، إذا كان حولوها إلى قضية حقوق الإنسان فهذا استبلاه للشعب التونسي، واعتبر أن قرار إقصاء التجمعيين مسألة سياسية تفرضها الثورة. ايش معناتها؟ وهذا رأي سي الأبيض. هذا رأي سي الأبيض، شنو رأيك؟ هذا رأي واحد، رأي وحده. هو ما يتكلمش باسم الشعب، ونحن كيف كل واحد يتكلم على اسمه، لهذا مش لازم يقول الشعب عمل له وهو كانه متكلم عليه خطير. لا على فكرة الفساد في التجمع على مدة 50 سنة ولا 30 سنة، شنو رأيك أنت سي باش؟ التجمع ما عندوش 50 سنة، يعني لازم واحد يضبط الأمور، فهمت؟ والتجمع فيه اشخاص اللي فعلا برزوا شاركوا في الفساد. هذوما مش هما باش نديوهم احنا، مش نعيطوا لهم تفضلوا، احنا مش ندخلوا في الحزب نتاعنا، احنا حزبنا مفتوح بدون اقصاء، لكن اللي يدخل لابد نوافقوا عليه. مش معناها قال شنو اليات. نعم بشكون فما اليات طبعا، ثم اليات وثم لجنه اللي تنظر في شكون هو ينخرط. احنا توا وصلنا ل 100,000 واحد طالبين الانخراط في نهارين ولا في 3، لكن مش بناخذوهم الكل. احنا باش نشوفوا كل واحد يقدم ورقه اعتماده كما يقول شو السي في نتاعو، فهمت؟ لو ننظروا فيه بالواحد. انا خاطر نحب نسالك سي الباجي ورايك يهمني برشا اللي موجود في ميتينغ عام 2004 وعام 2003 و2002 ويناشد ويصفق وحاطط كشكول لونه خايب ياسر الحقيقه. وقت اللي يبدا لونه احمر ولا يتعدى، ما كي يبدا لونه خزامه الحقيقه خايب ياسر حاجه معناها عيظه ما تتعداش. لكن في الاثناء يصفق هذاك الزهر الحزين هكا ولا اي يظهر لي لكن قال الغنايه. اي لكن اذا كان في الاثناء هو يصفق وشيخ
ويعرف اللي فما اقصاء وقتها الناس وتعذيب وقتها الناس وتهميش الناس، ويعرف اللي حتى دول خارج تونس موافقه على الشيء هذاك ريانكو على خاطر هو رومبار، معناها حصن ضد ما يسمى هذاك مش صحيح. اش نعملوا مع الناس هذيك معناها اللي هي وقتها تصفق ومتواطئه وما في بالهاش تقول ميسالش بنى عليه او لا احد. كل انسان اللي يثبت عليه شيء من النوع هذايا خذوا معه الاجراءات اللي تراهم، وعلى كل حال ما تدخلش معنا نتكلم في مخص يعني. واذا كان ثم في الاجتماع اللي عملناه في نهار 16 جوان ثم شخصيات ظهرت قالوا ايش بيهم موقف الصف الاولاني، مثلا سي كمال مرجان ولا هو ولا غيره، ما يصيرش يحكوا عليهم. سامحني، هذا اش قال؟ هذوك رؤساء احزاب ورخص لهم فيها، استدعيناهم كما استدعينا كل الاحزاب الاخرين، مش انا حتى انا اللي عملت الاستدعاءات. اما مش معناها خاطر قاعد غاديك معناها هو داخل باش يدخل معنا في وذاك مش مؤتمر تاع الحزب نتاعنا، هذيك ندوه صحفيه باش قدمنا الحزب. اما وقت نعمل المؤتمر نتاعنا ما يحضروا فيه كان الناس المنخرطين في المؤتمر نتاعنا. الحزب يظهر لي واضح.